التقينا اليوم مع رئيس حزب الكتائب الزميل سامي الجميل، وتداولنا بالتطورات الكتير مهمة يلي صارت آخر يومين، خاصة فيما يتعلق اليوم بالزيادات يلي صارت ويلي بتضغط على الناس بشكل كتير كبير. هذا الارتجال المتسرع بالزيادات يلي حصلت يلي بتأثر على الناس هو أمر نحن كنواب لازم ننتبه له كتير، لأنه الضغط على الناس وغلاء المعيشة فائق. وبالتالي نسقنا كمان بعض المواقف فيما يتعلق كيفية إدارة هذا الأمر مع الحكومة، بالإضافة بالمجلس النيابي، لأنه اليوم في استحقاق التصويت على موضوعين. طبعا أولا مسألة الاعتماد لإعطاء الحكومة حق صرف المبالغ يلي أقرتها هي بخصوص زيادة المعاشات للقطاع العام والمتقاعدين. ثاني موضوع هو مسألة زيادة الTVA يلي أكدت أنا رفضي الكامل لأي زيادة بضريبة الTVA. بالموضوع الثاني كمان تداولنا بأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي والإصلاحات الضرورية جدا أنها تصير، بس أهم شيء لإجراء الاستحقاق الانتخابي خاصة بظل القرار التاريخي والمهم جدا للحكومة اللبنانية بحصر السلاح شمال الليطاني، مع تحديد مهلة من قبل الجيش اللبناني أن تكون 4 أشهر مع إمكانية زيادتها بعض الأشهر. هذا موضوع نقطة تحول، لأنه إجراء الانتخابات من دون وجود سلاح خارج الشرعية هو أمر أساسي لحماية الاستحقاق الانتخابي. كما أنه قرار هيئة التشريع والاستشارات يلي بيأكد على حق المغتربين بالاقتراع لل128 هي مسألة كمان بتساهم بحسن تمثيل الشعب اللبناني وإنتاج مجلس نيابي جديد قادر على القيام بالمهام لنقل لبنان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. من هون نحن نرجع منطالب رئيس المجلس النيابي بالإسراع بوضع القوانين المعجلة المكررة على جدول الأعمال، والدعوة فوراً لهيئة عامة لنقدر نقر كل الإصلاحات، لنقدر نتأكد بين جهود الجيش بحصر السلاح وبين عمل المجلس النيابي بكل مهامه الإصلاحية بالقانون الانتخابي ليصير قابل للتنفيذ بكل مشاركة الاغتراب وبالميجا سنتر وبغيره. هيك نحن بنقدر نضمن أنه عم نعمل انتقال سليم للبنان من عهد الميليشيات والوصاية الإيرانية لعهد استقلالي جديد قادر أنه يحضر لإنقاذ لبنان من الأزمات اللي هو فيها. لحتى نوصل لهيدي الأمور، يعني حضرتك ضد الضرائب ولكن مع إرجاء الانتخابات لحين انتهاء من حصرية السلاح؟ أنا مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن بالشروط يلي بتسمح للشعب اللبناني أنه يكون عنده أفضل مجلس بيمثله. أفضل مجلس يمثل اللبنانيين يعني مشاركة المغتربين باقتراع لل128، إيجاد الميجا سنترز، وحصر السلاح كرمال ما يكون في أي ترهيب أو تهديد لأي من الناخبين. وطبعا ما بننسى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يلي عم تصير كمان تجعل من المستحيل إنجاز الانتخابات بالبلدات الجنوبية الحدودية خاصة، ومشاركة هيدي الناس بظل عدم التهديد بالقتل من المسيرات الإسرائيلية.